اوه سجلنا الزليج في اليونسكو. نو مازال حطينا برك الدوسيي ما نبقاوش نزيدو عليها. الزليج او فن الزخرفة او الفسيفساء الجزائري، تاريخ واصالة في اليونسكو. لنتحدث. مرحبا بكم، انا صابرينا ونقدم فيديوهات في التراث، واليوم رانا رايحين نهضروا على ملف الجزائر في اليونسكو المتعلق بفن الهندسة المعمارية الزليج. الناس بزاف منكم سمعوا باللي الجزائر حطت ملف الزليج في اليونسكو في 2025، لكن من الضروري جدا أن نهضروا على عبقرية عنوان الجزائر. أكيد وزارة الثقافة قامت بخطوة استراتيجية، ما حبتش تسجل الزليج كقطعة خزف وخلاص، وإنما أرادت تسجيل الزليج وفعلا وهو ما يمثله الزليج في الجزائر كعمارة وفن هندسي معماري جزائري قديم. وبالفعل هذا هو ما يثبته التاريخ والمصادر اللي أنا رايحين نهضروا عليها بعد قليل. العنوان الرسمي لليونسكو لملف الزليج هو كالآتي: فن الزخرفة المعمارية الزليج، معارف ومهارات مرتبطة به. يعني الموضوع أعمق من مجرد كارلاجة نبيعوها ونقولوا علاش زادوا كلمة معمارية؟ علاش هذه الكلمة هي نقطة الفوز لهذا الملف؟ اليوم راني رايحة نجاوبكم ونديكم في رحلة عبر الزمن في 1000 ميلادي، يعني قبل 1000 سنة من الآن، في مدينة المسيلة، بالضبط قلعة بنو حماد. كانت قصور الجزائريين في ذلك الوقت مليئة بزخرفة ما عرفوهاش لا في غرناطة ولا في فاس. يعني شهادة ميلاد جزائرية لفن زخرفي جميل له خصائص مغاربية من الجزائر هنا ابتدت. هذا الكلام أكيد ماشي مجرد عاطفة، هذا الكلام أركيولوجيا وحقائق ووثائق تاريخية. للعلم أن قلعة بنو حماد مسجلة في اليونسكو عام 1902، وفيها الداخل في هذه القلعة أقدم قطعة زليج في شمال إفريقيا، مما تثبت الأصل التاريخي وبداية هذا الفن المعماري من هنا، من بلدنا الحبيبة الجزائر. وش راهو صاري في اليونسكو؟ أروحوا نهضروا. أول حاجة لازم نفهموها بلي الجزائر أودعت ملف للدراسة وين رايحين يناقشوه في الصين عام 2026 في ديسمبر هذا العام. هذا الملف راه under process، وأصلا راه مر المرحلة الأولى، وكي تدخلوا دركا تقدروا تشوفوا الفيديو تاع تاع ملف الزليج الجزائري، فيديو كامل الجودة وبيعني جمال رائع، يبين بعض المناطق وبعض القصور الجزائرية. أكيد ما قدروش يوروا كل شيء لأنه الجزائر مليئة بأماكن فيها الزلايج. اختاروا مدينة تلمسان، اختاروا مدينة الجزائر العاصمة، اختاروا بعض المناطق من بجاية، واختاروا كذلك قسنطينة، ولكن أكيد ما وراوش وش كاين في عنابة، ما وراوش وش كاين في وهران، ما وراوش المسيلة، يعني أماكن أخرى كانت غير متواجدة. لأنه مثلا المسيلة أصلا سجلنا الملف تاع هذه القلعة لوحده. الحاجة الشابة في الملف تاعنا أنه ما سجلناهش كديكوريشن، وإنما سجلناه كفن معماري. يعني وليد هذه الأرض، صاحب هذه الأرض، يتماشى مع هذه الأرض. يعني مش قطعة ديكوريشن تقدري تاخذيها من دول أخرى وتبعثيها لدول أخرى وتبيعيها كتجارة، وإنما هي راسخة في عمق هذه الأرض وتاريخ هذه الأرض. وقلعة بنو حماد هي أكبر دليل شاهد على حضارة وتاريخ فن الزليج الجزائري. نرجع للقرن ال11 وأول دولة جزائرية مستقلة في العهد الإسلامي، الدولة الحمادية، تقرر تبني مدن بثقافة وتراث جزائري لا يشبه لأحد، وهنا يبتدئ الزليج الجزائري. Ces traditions prolongent une pratique dont l'ancrage en Algérie remonte à la Qal'a de Beni Hammad au XIe siècle, comme en témoignent les pavements et les revêtements en céramique émaillée découverts en ce site et présentés dans de nombreux musées. من مدينة المسيلة بنوا قصور ومنارات مزخرفة فيها رسومات هندسية مصنوعة من الجبس، وهو ما يسمى اليوم الزليج، الفايونس، السيراميك، الفسيفساء، كيما تحبوا، كل واحد كيفاش يسميه، اختلفت الأسامي والمعنى واحد.
علماء الآثار الفرنسيين والجزائريين كي حفروا هذه المناطق، مثال غوسيان لوفان، خلعوا بكمية الجمال اللي لقاوه في هذه المناطق الأثرية، والتاريخ والخزف والسيراميك الرائع والألوان المبدعة. سيطرت مثل الأزرق والأصفر والأخضر، أرضيات مليئة بالألوان الخزفية، وحتى يعني في السقف حاجة جميلة من البنيان الجزائري المعماري الإسلامي المغاربي، حاجة كانت مميزة، ثقافة جزائرية محضة انتشرت في العالم العربي والإسلامي والإسباني، لما لا، والأندلسي. باختصار، تقنية تلبيس بالخزف المقطع هي تقنية جزائرية ابتدأت من هنا، شهادة ميلاد خرجت من الجزائر في القرن 11. بالتالي هذه التقنية هي جد الزليج المنتشر حاليا في الدول المغاربية الأخرى. هذا الوقت وين قصور الجزائر في المسيلة ومدن أخرى كانت مليئة بهذه الزخرفة، دول أخرى في الدول المغاربية وحواضر الدول المغاربية الأخرى لم تعرف هذا الفن أصلا. ما تقولوش صبرينا راهي منحازة إلى بلدها الجزائر، وما تقولوش بلي أنا فقط نحب بلادي، لا، لأنه كلامي مبني على مصادر تاريخية رسمية. وش قال كبير علماء الآثار الإسلامية جورج مارسي في كتابه المرجعي خزف وفخار قلعة بني حماد، يعني راه كاين كتاب كامل عليها، إن قلعة خزف بني حماد يمثل أقدم النماذج في الغرب الإسلامي لفن الزليج. وقال باللي الحماديين جدودنا جابوا تقنيات من المشرق ومن العراق ومن إيران، نجوها وأضافوها إلى الفن والفسيفساء الرومانية اللي كانت أيضا موجودة، وخلقوا فنا إسلاميا جزائريا فريدا بذاته انتقل إلى كامل دول المغاربية وإلى الأندلس، وما أصبح يعرف الآن بطراز الفن الزيري أو الأندلسي. تاريخ الجزائر عريق، فقط علينا البحث. يعني المصدر الأساسي للزليج كان قلعة بني حماد، ثم انتقل إلى دول شمال إفريقيا والأندلس في حكم الدولة الحمادية والزيرية. فهمتوا علاش الجزائر ركزت على كلمة الزخرفة المعمارية الجزائرية؟ لأننا نحن الأصل، يعني البروتوتيب الأصلي موجود في الجزائر. البعض يقول باللي الزليج ايوي صح بدا في الجزائر ولكنه حبس، وهذا خطأ كبير في التاريخ وخطأ كبير أصلا في أرض الواقع. الزليج في الجزائر لم يتوقف، يختلف الزليج من منطقة إلى أخرى. فالزليج في تلمسان ماشي هو الزليج في العاصمة، ماشي هو الزليج في قسنطينة، كل مدينة لها خصائصها. شوارع القصبة يملأها زليج مختلف عن الزليج الموجود في الغرب الجزائري والشرق الجزائري. باختصار، الزليج الجزائري ما حبسش وعمره ما حيحبس. شوفوا قصر المشور ومدرسة العباد في تلمسان، شوفوا قصر أحمد باي، شوفوا قصبة الجزائر، شوفوا كل القصور الجزائرية القديمة على مرور حقبات من التاريخ. وكذلك مازالوا الجزائريين لحد الآن يبنوا فنادق وقصور. بيوتنا التقليدية فيها الخزف والزليج الجزائري باختلاف أنواعه. والحاجة الأخيرة اللي لازم نذكرها أنه الزليج الجزائري يختلف عن الزليج الموجود في دول أخرى. الزليج الجزائري فيه روح حمادية وزيرية وعثمانية، اندمج كله ليخلق زليجا مختلف. ففي الجزائر ما عندناش فقط الرسوم الهندسية، عندنا كذلك الفسيفساء بالرسومات والطاووس والطبيعة، ومن أهم الألوان المسيطرة هو اللون الأخضر والأزرق والأصفر من جمال طبيعة الجزائر. أخير، أنا ما رانيش نقول أنه الزليج موجود فقط في الجزائر، وهذا غلط وما نقدروش نقوله، لأنه الزليج موجود في كامل شمال إفريقيا وأراضي البحر الأبيض المتوسط. الزليج في إيطاليا فن وزخرفة، الزليج في مصر روح رومانسية وجميلة، الزليج في البرتغال فيه ريحة البحر الأبيض المتوسط. في كل دول البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا يوجد الزليج، ولكن أين أقدم قطعة زليج بهذا الأسلوب؟ هي قلعة بنو حماد 1007 ميلادي. الأصل
هنا الجزائر. هي الحقيقة ما كانش اللي يقدر ينكرها، لأنه أصلا قلعة بنو حماد في المسيلة مسجلة في اليونسكو عام 1980. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة، وإن شاء الله ونشوفكم في فيديو جديد.